وعلشان الدنيا برد لازم كل يوم ناكل أكلة سخنة تدفينا أو تشبعنا وتدينا طاقة. هنعمل النهاردة أكلة حلوة قوي بنعملها كده لما نكون محتارين، لأنه في البرد لازم كل يوم نطبخ ويبقى فيه طبيخ، علشان طبعا الأكل بيدفي ويشبع كده في البرد. هنعمل النهاردة محشي الكوسة والبطاطس، محشي بالعصاج. هنحشي الكوسة والبطاطس بالعصاج، بس الأكلة هتكون حلوة قوي. هنقدمها كده مع الرز الأبيض وبتكون طعمها حلو قوي، سخنة كده بتشبع وتدفي وتبقى خطيرة. قبل ما أبدأ معاكم وصفتي، لو أول مرة بتشوفوني أنا عزة، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا كل وصفاتي الجديدة. هنعمل النهاردة أكلة حلوة العيال بيحبوها قوي. لو الولاد بقى عندك مش بيحبوا الكوسة، هياكلوا الكوسة بالطريقة دي وهيعشقوها كمان، وكل يوم هيطلبوها منك لأنها حلوة جدا. بالطريقة دي الكوسة طعمها خطير. اللحمة اللي عصجناها بتدي للكوسة والبطاطس طعم حلو قوي، وبتكون بتودي الكوسة كده في حتة تانية خالص، يعني هياكلوها طعمها حلو قوي. كمان عملنا البطاطس كده المحشية بالعصاج بالشكل القمر ده، كانت طعمها حلو قوي، خطيرة جدا، بتدوب كده في البق من حلاوتها. شايفين الجمال؟ البطاطس مستوية وعاملة كده زي حتة الزبدة، لذيذة قوي. كمان اللحمة بالعصاج بتكون طعمها حلو قوي وبتضيف للبطاطس طعم خطير. أكلة كده مش صعبة، سهلة وحلوة قوي، بتشبع كده مع الرز الأبيض. بنقدمها كده سخنة علشان البرد، والولاد بيحبوها قوي وبيعشقوها وهم راجعين كده من المدرسة، ياكلوا حاجة كده سخنة تدفي وتشبع، وبتكون طعمها حلو قوي. كمان معايا الكوسة بالشكل القمر ده، مستوية قوي وحلوة قوي. زي ما انتوا شايفين كده الأكل شكله حلو قوي، شكله كده يفتح النفس. أكلة كده بسرعة هنعملها. وكمان الحاجات اللي طلعت كده من الكوسة مش بنرميها ولا من البطاطس، بناكلها وبتبقى طعمها حلو قوي. بنضيف عليها كمان اللحمة اللي عصجناها لو فاضت كده معانا، بنضيفها بقى على الحاجات اللي طلعت من جوه الكوسة والبطاطس، وبتكون طعمها جميل قوي، بناكلها برضو مع الرز. دي كانت الصينية بالشكل القمر ده. هبدأ معاكم وصفتي حالا وهقول لكم ازاي عملنا الصينية القمر دي بالشكل الخطير ده، وكان طعمها حلو قوي. معانا هنا اللحمة المفرومة، وهنبدأ ان احنا نعصجها. اي كمية لحمة متاحة، وبتكون طبعا كمية اللحمة على حسب كمية الخضار بتاعك اللي هو الكوسة والبطاطس. انا بسمي الاكلة دي محشي هي محشي بس محشية بالعصاج مش بالرز. هنضيف بقى على اللحمة شوية بصل كويسين كده، فرمناهم في الكبة بالشكل القمر ده اهو. هنقلب كده لحد ما اللحمة تبدأ كده تغير لونها. بعد كده بنحط التوابل اللي هي ملح وفلفل وبابريكا مدخنة ورشة قرفة. هنقلب، وطبعا الريحة كانت حلوة قوي بالشكل القمر ده. كده عصجنا اللحمة، وهنبدأ هنا نشوف الخضار بتاعنا ازاي كده قورناه اهو. احنا هنا بقى فحرنا البطاطس بالشكل ده اهو، وطبعا اي حجم للبطاطس ممكن تعمليه. فحرنا كمان الكوسة بالشكل ده اهو، والحاجات اللي طلعت بقى من جوه الكوسة والبطاطس بالشكل ده هنحطها بقى في أرضية الصينية ومش هنرميها. وطبعا بيكون طعمها حلو قوي. بنضيف عليها بقى بقية اللحمة كده اللي فاضت، وبتكون طعمها حلو برضو. وبصراحة الصينية بتكون كبيرة قوي، لأنه الحاجات اللي بتطلع منها ديت من الكوسة ومن البطاطس بتزود الكمية قوي وبتكون طعمها حلو قوي. بنحطها كده في أرضية الصينية وبتكون طعمها حلو، بناكلها بتكون جميلة قوي مع الرز لما بنضيف عليها اللحمة المعصجة. هنبدأ هنا نحشي بقى الخضار بتاعنا، الكوسة والبطاطس، بعد طبعا ما فحرناه وغسلناه كويس قوي. وبالشكل ده هنبدأ ان احنا نحشي الكوسة والبطاطس بالعصاج، وهيبقى معانا احلى صينية محشي الكوسة والبطاطس بالعصاج.
طبعا متعودين ان احنا بنحشي الكوسة بالرز كده مع المحشي، لكن احنا النهاردة هنحشي الكوسة باللحمة وهتكون طعمها حلو قوي. هنا هنبدأ بقى نعمل الصوص الأحمر اللي هنحطه بقى كده على الصينية علشان تستوي بيه. هنعمل بقى الصوص الجميل بتاعنا، وهنحط كده شوية زيت في حلة على النار، وهنحط بقى عصير الطماطم بالشكل ده. وطبعا كمية الطماطم بتكون مناسبة كده للصينية علشان تغطي كل الصينية وتديها طعم حلو قوي. هنا هنحط الملح، هنحط سكر، هنحط فلفل، وكمان كمون. هنحط يعني كل التوابل بتكون فلفل وملح وكمون ورشة سكر. وهنا حطيت شوية شطة صغيرين قوي. هنسيب بقى التسبيكة بتاعتنا او الصوص الاحمر ده يتسبك كده شوية على النار. بعد كده هننزل بالصوص الاحمر الحلو ده على صينيه الكوسه او البطاطس. بس قبل كده حطيت كده مكعب مرقه. طبعا هو ما كانش راضي يتفرك معايا علشان كان في التلاجة، بس هو يعني داب في الصلصه او في الصوص الاحمر ده. وهنقلب بقى كل التوابل مع المرقه كده بالشكل ده. وبعد كده هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وننزل عليها الصوص الاحمر الحلو ده او التسبيكه الحلوه دي. هنا بقى هنبدأ ان احنا نسوي الكوسة بتاعتنا والبطاطس. هنسيبها بقى على النار كده في البداية على نار عالية. هنا حطيت شوية سوري، شوية بصل وفلفل اخضر كده علشان برضو يضيفوا للصينية بتاعتنا طعم حلو قوي. وحطيت بقى كده شرايح البصل فيها والفلفل عشان يديها طعم حلو. هنا كانت خلاص الصينية بتاعتنا كده استوت ودخلت الفرن. طبعا انا سويتها في الاول على البوتاجاز، بعد كده دخلتها الفرن وكانت بالشكل القمر ده. طبعا حطيناها تحت الشوايه شويه علشان تاخد اللون الحلو ده. عايزه اقول لكم ان كان طعمها حلو قوي، خطيره بجد. اكله بجد هتعجبكم قوي وهتكون حلوه قوي. هتعجب العيال جدا، لانه ممكن يكونوا مش بيحبوا ياكلوا الكوسه، بس بالطريقه دي هياكلوا الكوسه وهتكون بالنسبه لهم اكله جميله قوي. مش بس كده، هيطلبوها منك كتير لانها بتكون طعمها حلو قوي. زي ما قلت لكم ان احنا نحشي البطاطس والكوسه باللحمه، ده بيضيف للخضار بتاعنا طعم حلو قوي، وبتكون طعمها خطير جدا. وطبعا اكلتنا الجميله دي بتشبع قوي مع الرز الابيض. لو عندك بقى شويه شوربه جنبها اي حاجه، بس هي مش محتاجه اكتر من كده، شويه رز ابيض وبتتاكل كده وبتبقى لذيذه قوي وسخنه، طعمها بجد خطير. عملنا النهارده المحشي، محشي الكوسه والبطاطس. حشيناه باللحمه مش بالرز. والاكله بتاعتنا النهارده زي ما انتم شايفين كده شكلها حلو قوي، وكمان كان طعمها خطير. طبعا قلت لكم ان دي انا بعتبرها كده الاكله دي حاجه كده لما اكون محتاره هناكل ايه النهارده. لانه كل يوم طبيخ عشان برضو الدنيا برد، فلازم ناكل كده كل يوم حاجة سخنة تشبع العيال كده وتدفيهم. فالنهاردة عملنا الأكلة دي بنعملها كده بسرعة لما نكون محتارين هناكل ايه. لأنه طبعا أكلنا كل الأكلات طول الأسبوع، سمك فراخ، فإحنا النهاردة غيرنا كده طعم الأكل وعملنا أكلة مختلفة شوية. طعمها حلو قوي، هتشبع وتدفي وتكفي الولاد كمان. شايفين البطاطس حلو قوي، دايب كده زي الزبدة، مستوي وحلو قوي. طبعا بطعم اللحمة مع البطاطس مع كده الرز الأبيض، أكلة كده ميكس كده خطير بجد. أكلة حلوة قوي هتعجبكم أكيد. ونحط بقى عليها كده الصوص الأحمر الخطير ده بيدي طعم حلو قوي. كمان مش بس كده، هناكل كمان الحاجات اللي طلعت من بطن البطاطس والكوسة كده بتكون طعمها حلو قوي مع الرز. وأضفنا ليها كمان اللحمة اللي عصجناها، اللي كانت بقيت يعني من الخضار بالشكل ده اهو. الأكلة النهاردة بجد خطيرة. لو وصلتوا معايا لحد هنا ياريت بقى تحطوا لايك للفيديو. شايفين الجمال؟ أكلة طعمها حلو قوي، هتخلي الكوسة عند الولاد أكلة مفضلة وهيطلبوها منك كتير. هنا بقى بناكل كده الحاجات اللي طلعت من الكوسة والبطاطس بتكون طعمها حلو قوي.
دي كانت أكلتنا النهاردة بالشكل القمر ده، كان محشي الكوسة والبطاطس بالشكل الجميل ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تتابعوني وتشتركوا في القناة، وياريت كمان تحطوا لايك للفيديو.